لو في حد حب ينتقد شغلك او اي حاجة انت بتعملها، هيحصل لك حاجة من اتنين: اما انه يفيدك ويلفت نظرك لبعض الامور عشان تعيد النظر فيها من جديد وتبدأ تحسنها. واضح انك تعبت وباين انك بذلت في الشغل ده مجهود كبير، بس هو محتاج شوية تظبيط كده ومراجعة، بس في المجمل الله ينور عليك. او يخوفك ويسبب لك احباط يمنعك انك تكمل في الحاجة اللي بدأتها. ايه القرف اللي انت عامله ده؟ اتفضل لم الحاجات دي واطلع بره. وعشان تقدر تتعامل مع اي نقد يتوجه لك، لازم تتأكد الاول من 3 حاجات مهمين. اول حاجة صحة النقد. هل هو نقد حقيقي موجه بشكل مباشر في عمق الموضوع، يعني كلام اقدر اعتمد عليه واستفيد منه، ولا هو بس مجرد نقد هدام ومالوش اي معنى تاني؟ تاني حاجة اسلوب النقد. طريقة النقد كانت مهذبة ولا كانت بشكل جارح وسيء؟ تالت حاجة وهي النية من وراء النقد. هل الهدف من النقد هو احباطك او ابعادك او تخويفك، ولا كان الهدف منه التوجيه وتقديم النصيحة؟ وطبعا كل طريقة ولها اسلوب للرد والتعامل معاها. وخلينا نبدأ بالحالات الإيجابية. لما يكون النقد اللي تعرضت له نقد حقيقي وبنية سليمة وكان بأسلوب مهذب ومحترم، يبقى لازم نقدم الشكر لصاحب النقد، لأنه كان همه إنه يساعدك ويوجهك للطريق الصحيح. أما بالنسبة للحالات السلبية فبيكون فيها النقد مضلل ومش حقيقي، وكمان أسلوب الناقد بيكون هجائي وسيء، وبالتالي هتكون نيته هي هدمك وإحباطك مش توجيهك. ده بقى لازم تستخدم معاه أسلوب التجاهل التام، لأن الدخول معاه في أي نقاش هي معركة في النهاية مش في صالحك، لأنه أكيد هيحاول يستفزك ويستنفذ طاقتك ويعصبك، وهتكون بكده ساعدته إنه يحقق اللي هو عايزه وهو هدمك وإحباطك. لكن لما تتجاهله هتكون انتصرت عليه، لأنك ما اديتلوش فرصة يحقق اللي هو عايزه. وحضرتك أو حضرتك كناقد مش لازم تصطاد الأخطاء بس وتعلق عليها، كمان لازم تتكلم عن الحاجات الكويسة وبلاش تتجاهلها. وكمان حاول تتجنب الردود اللي هي زي مثلا سيئة جدا، لا تعليق، مش حلوة، لأن الردود دي مش نقد ولا رأي ولا حتى اعتراض، ده مش مجرد إلا انعكاس لحالتك المزاجية. فلو عندك نصيحة قدمها بكل وضوح، ولو كان وقتك ما يسمحش فبلاش ترد، أحسن، هيكون أفضل بكتير. لازم نفهم إن النقد ممكن يسبب لنا بعض الضيق، فبلاش تفضل تلوم نفسك وتحاسبها طول الوقت، لأن مفيش أي عمل مثالي بنسبة 100%، وإن أكيد هيكون عندنا أخطاء لازم نتقبلها ونعترف بيها عشان في المستقبل ناخد بالنا منها وما نكررهاش.